اسكندريه احييكم من امام مستشفى ايادي 40/40. الحكايه اللي بداناها من كام حلقه، حكايه هذه المستشفى اللي بتعالج جميع مرضى سرطان الوجه البحري بالمجان من خلال التبرعات. ما عندهمش القدره الماليه انهم يعملوا اعلانات في التلفزيون. عشان كده احنا كواحد من الناس قررنا ان نتبنى هذا المشروع ونقف جنبهم لما يكونوا بيقدموا العلاج ببلاش لمرضى السرطان، والاشعاع ببلاش، والكيماوي ببلاش، والدواء ببلاش، حتى العلاج التلطيفي للحالات الميؤوس منها ببلاش، كله ببلاش. يبقى لازم احنا كبرنامج خيري وخدمي نقف جنبهم. وانا بدعوكم كل واحد بيطلع جنيه من زكاة المال بتاعته بيتاجر مع ربنا انه يدعم هذه المستشفى، لان عندهم قوائم انتظار كتيرة لغير قادرين عايزين العلاج، والعلاج محتاج فلوس. بتبرعك تقدر تساعدهم. واحنا جايين النهارده عشان نحكي حكايه المستشفى اللي بقاله اكتر من 15 سنه بيعالج المرضى في الوجه البحري واسكندريه ببلاش، عشان نقول لهم كتر خيركم ونشوف عايزين ايه ونحاول نساعدهم فيه. تعالوا مع بعض نكمل حكايه ايادي 40/40. معايا الحقيقه هذا الرجل الذي يعمل في صمت، وانا عارف ان هو يعني قد ايه له دور عظيم جدا جدا. ومش بس دور عظيم، هو كمان يعني لما نشوف الحاجات اللي هو بيعملها في المستشفى نعرف ان هو رجل خير بيتاجر مع ربنا كمان. علاء ضاحي، الرجل الصامت يتكلم. اول حاجه انا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي حضرتك، وعلى رعايتك لينا الدائمه ولينا. ده دوري على فكره، مش مجامله. انا لا اجاملكم يعني. انا عارف، وده نابع من ان حضرتك لما بتيجي بتشوف ان في عندنا الواقع زي ما بيقولوا احنا قوم افعال لا اقوال. مهندس علاء ضاحي مدير اداره تنميه الموارد، يعني هو مسؤول عن التمويل. انا عايزك تتكلم معايا يا باشمهندس علاء بمنتهى الصراحه والوضوح، وانا بقول لهم انا عامل حمله برنامج واحد من الناس عشان هذه المستشفى تكمل. مفيش حد بيكمل من غير ما يكمل مشروع من غير تبرع. عايزك تقول لي اولا ايه المختلف في ايادي عن اي مستشفى خيري اخر؟ والله يا دكتور بص، احنا في كل حاجه احنا مختلفين. بمعنى احنا كمشروع خيري اهلي احنا الوحيدين اللي على مستوى جمهوريه مصر العربيه ومنطقه الشرق الاوسط وافريقيا اللي نمتلك 5 اجهزه علاج اشعاعي باحدث تكنولوجيا لعلاج الامراض. دي نقطه. النقطه الثانيه، عندنا قسم في الداخلي اسمه العلاج التلطيفي اللي بيرفضه جميع المستشفيات في منطقه الشرق الاوسط، في القاهره، في مصر، في جمهوريه مصر العربيه كلها. محدش بيستقبل المريض اللي في جريد 4 يقول لك لا انا ليه اخده وعلاجه مكلف. احنا يفرق معانا قوي المريض واهله. بلس بقى احنا نتميز بايه؟ الخدمه بتاعتنا. زي ما حضرتك هتشوف او الناس كلها بتشوف هنا، احنا مش معنى ان احنا بنعالج الناس مجانا فاحنا بنمن عليهم، بالعفو. احنا حضرتك بنعاملهم احسن من اي مستشفى خاص. انا ما اقصدش بكلامي اي حد. انا سمعت الكلام. انا متاكد. انا مش هاجي من القاهره هنا غير وانا متاكد صدق ما تقولون. بالظبط كده. السؤال المهم بقى، عشان يعني بعد ما سمعنا هذا الكلام المهم، انتوا عايزين ايه؟ انتوا محتاجين ايه؟ قول لي الراي العام، انت عايز ايه كمدير تنميه الموارد في المستشفى عشان تستمر هذه المستشفى؟ هقول لحضرتك حاجه. احنا جهه قائمه على التبرعات، تبرعات افراد، تبرعات شركات وجهات. احنا دلوقتي الحمد لله السنه اللي فاتت لو حضرتك تتذكر كان عندنا تشالنج، تحدي كبير جدا، اللي هو استبدال الاجهزه القديمه للعلاج الاشعاعي باجهزه جديده. ربنا كرمنا وحققنا. عشان كده انا بقول لحضرتك احنا افعال، وان شاء الله حضرتك هتشوف الاجهزه. فانا اللي بطلبه ان احنا مش كفايه ان احنا جبنا الاجهزه، انا عندي لسه قوائم انتظار. قد ايه؟ لا يعني احنا كنا وصلنا لمرحله ان احنا قوائم انتظار بندي 3 شهور قدام. فلك ان تتخيل حضرتك احنا مثلا بنستقبل في اليوم من 1200 ل 1300 حاله، ما بين عيادات وما بين علاج تلطيفي وعلاج اشعاعي. هل في قله في التبرعات؟ ودور اداره تنميه الموارد ايه في جلب التبرعات؟ هو طبعا الظروف الاقتصاديه طبعا بتاثر علينا طبعا بالتالي. بس اللي انا عايز اقوله للناس ان احنا محتاجين ان انتوا تشوفونا على ارض الواقع. تعالوا زوروا، تعالوا شوفوا المكان
عشان لما بتشوف غير لما بتسمع. فبالتالي احنا محتاجين الناس عشان استمراريتنا. ما احنا لما لا قدر الله لو ما قدرناش نكمل، ما احنا هنعطل، فبالتالي مين هيتضرر؟ العيانين، المرضى. فاحنا الناس لازم سواء شركات او افراد تتفهم رسالتنا كويس قوي. احنا دلوقتي محتاجين الاستمراريه، محتاجين ان احنا نتواجد علشان خاطر المرضى. بشكرك يا باشمهندس. انا اللي بشكر حضرتك حقيقي. دايما يعني وجود حضرتك بيزيد مننا يعني معرفه للناس. انا بتعلم منك يا باشمهندس علاء. لا يا فندم، لا يا فندم، شرفت يا دكتور. ده راينا وده احساسنا من المستشفى اللي بتقدم علاج بالمجان لكل مرضى السرطان من اهل اسكندريه والبحيره وكل وجه البحري، وربنا يجعلنا جميعا في الخير ان شاء الله. بشكركم جدا.